ازيكم كي دايرين؟ صافا بخير؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي ندير معكم تربيه اسلاميه، غادي نعطيكم داكشي اللي مهم وضروري تمشيو ليا نهار الجهوي عارفينه من الاخر. صافي راجعوا لي هادشي، غتمشيو دوزو الجهوي ان شاء الله مزيان، وماشي غير مزيان، شي حاجه اكثر من مزيان ان شاء الله وباذنه. غير هي واحد الحاجه، راه التربيه الاسلاميه الاكثريه ما عطيهاش اهميه، حيت تيقول راهي حفاظه. هي راه ماشي حفاظه، راه فيها الفهامه بزاف، نص حفاظه ونص فهامه. دونك اللي تيقولوا راهي حفاظه راه ما كايناش هاد الهضره، راه نص فهامه ونص حفاظه. دونك خصكم تركزوا عليها حتى هي كيف ما كتركزوا على الفرنسي حيت الكوفيسيون ديالها طالع. ركزوا حتى على المواد الادبيه حيت مزيان ملي ركزتوا مزيان على الفرنسي ومقاتلين فيها وغادي تجيبوا فيها ان شاء الله مزيان. حاولوا ما تضيعوش النقاط في المواد الادبيه اللي تيكونوا ساهلين زعما واخا فيهم حفاظه بزاف، ولكن كاين نقاط فيهم فهامه خصكم يتفهموا العباد وغادي تدوزوا كلشي مزيان. بالنسبه للناس اللي ما تعرفوش الفرنسي، ضربوا ريوسكم في النقط ديال المواد الادبيه، ضربوا فيهم النقط. راه الا جبتي 17 في اجتماعيات، 17 في اسلاميات، واحد 14 في عربيه وما جبتوش معدل في فرنسي ماشي مشكل. المهم راكم ضربطوا المواد الادبيه، فهمتوا؟ اللي كان عنده فرنسي ما يبقاش هم من هاد المواد، ضربوا في كلشي، حاولوا تضربوا في كلشي. وحتى اللي ما عندوش الفرنسي راه او موا غادي تجيبوا المعدل، ما يمكنش ما تجيبوش حيت الاسئله ديال كومبريسيون راه من التكست. داكشي راه ساهل كيتعاود. دابا اجي نوريكم اهم حوايج خاصكم تراجعوهم في التربيه الاسلاميه. من بين الحوايج ماشي كلشي زعما، ولكن من بين الحوايج هذا الجدول بديت لكم به حيت هو المهم، حيت هو علاش داير هذا الجهوي كامل اللي كلشي كيتسناه، هو علاش داير. راجعوه وغيكون غير خير ان شاء الله. دابا يلا نبداو في الجدول بركه من الهضره. اول ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كيعطوك هما تقول لهم القيمة ديال هذه الآية. فاش تشوف هذه الآية، هذا الجدول صافي راه حفاظة من الآخر، غتقول لهم الصدق. المضمون ديالها نزول القرآن الكريم بأحسن القصص دليل على أنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى، أي ما كاين من عند الله سبحانه وتعالى وما كاينش فيه حتى تغيير ولا مبدل لكلماته. صافي. الآية الثانية، وإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هنايا حكاية يوسف عليه السلام رؤيا على أبيه حتى هي الصدق، يعني قال ليه شحال رأى من عدد الكواكب. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوانك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هناش كاين عندنا نصيحة يعقوب عليه السلام فاش قال ليوسف عليه السلام بكتمان رؤياه ما يقولها حتى حد. هنايا كاين عندنا الرعاية والمحبة والنصيحة. صافي عقلوا عليهم. هاد الامتحان تدور سيروا شوفوا انت داك العام الامتحان كله تدور على هذا الجدول. اسئله تضغط سؤال من تحت سؤال من تحت سؤال، تلقى هاد الايات تيقول لك عطيهم القيم ولا المضامين ديالهم، غالبا القيم. وكذلك يجتبيك ربك يعلمك من تاويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هنا كان عندنا تبشير يعقوب عليه السلام ابنه يوسف بأنه سيكون له شأن في المستقبل. هنا كان عندنا العلم. يقتل يوسف أو يطرحوه أرضا يحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. هنا كاين عندنا تشاور الإخوة فيما بينهم باش يسيئوا ليوسف عليه السلام وتأمرهم من أجل إبعاد يوسف عليه السلام للفوز بمحبة أبيه. من المشكل الوحيد كان عندهم هو نتات بحال نقولوا كيغاروا منه كيحسدوه حيت يقولوا باللي ان يعقوب عليه السلام كان تيحب يوسف عليهم. هنا كان عندنا التشاور، درتو الدرس ديال التشاور، يعني الا قالوا لكم شي منها هادي تعرفوا القيمه، ولا عطاوكم شي مثلا قال لكم ايتي بدليل من سوره يوسف على من خلال الدرس ديال التشاور، بتعطيوهم هذه الايه فاش كانوا الاخوه كيتشاوروا اشنو كيفاش الطريقه باش يهديو يوسف عليه السلام او باش يبعدوا على الاب ديالهم.
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنا صبر يعقوب عليه السلام على فقدان ابنه يوسف، يعني القيمة هنايا عندنا الصبر على البلاء. هاد الجدول راه مهم بزاف، غنبقى نقولها ونعاودها، راه مهم مهم مهم. الا بغيتو نخلي لكم PDF لتحت وتدخلوا تيليشارجيو عندكم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته يكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هنا إكرام عزيز مصر ليوسف عليه السلام. هنا كاين عندنا الكرم والإحسان. يقدروا يقول لكم هما القيمة، يقول لك جبدوا لنا نتوما الدليل من سورة يوسف، الدليل هما عندكم في هذا الجدول كامل صافي. من الاخر هذا سيروا حافظينه، سيروا حافظوا. حيت علاش تنعاودها ونقولها؟ حيت تجي كون تنقول للتلاميذ مثلا ها نتوما هاد الجدول سيروا حفظوه، سيروا ديروه، سيروا راجعوه، بقاو تراجعوه. كي تمشي تحفظوا تضرب النقاط، تضرب 18 19 تضربوا النقاط، كي ما تمشيش تقيسوا، ما كيكونش حافظ الصوره وما تيقيسش هاد الجدول وما تيجيبش. داكشي علاش الصبر داكشي، حيت النقاط بين يديكم نتوما. ديك الساعه عندكم اختيار، واش بغيتو تمشيو تقراو وتجيبوا نقطه تضربوها، ولا باش تقراو وتكونوا ضيعتوا عليكم واحد الحاجه اللي كانت ساهله في يديكم ما تجروها وتديروا ما صعب منها وخليتوا هادشي اللي ساهل ما درتوش مزيان. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا اليقين في قدرة الله بعناية يوسف عليه السلام. هنا كاين هنا قيمة اليقين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هنا إنعام الله تعالى على يوسف عليه السلام بنعمة العلم والحكمة بسبب إحسانه. هنا العلم والإحسان صافي. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إن ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هناش كاين عندنا مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام ورفضه لطلبها. اش كاين عندنا هنايا من خلال يوسف؟ كان عندنا العفة، الحياء، الوفاء، الصبر على المعصية. اضطر يدير شحال من حاجه باش ما يمشيش عند هاد امراه العزيز، طلب من الله شحال من حاجه باش ما يمشيش عند مراوغه هاد امراه العزيز. يعني شوفوا قمه العفه اللي في يوسف عليه السلام، الحياء، الوفاء، الصبر على المعصيه بزاف. قالت هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. هنا يعني هناش كانت عندنا تبرئة الله عز وجل ليوسف عليه السلام من خلال شهادة الشاهد. يعني كاين عندنا هنا العدل ديال الله سبحانه وتعالى، وكاين عندنا الصدق باش يوسف عليه السلام تجي البراءة من عند الله عز وجل. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. اش كاين هنا؟ طلب العزيز من يوسف الستر ومن امرأته الاستغفار لذنبها. يعني عارف العزيز أن الامرأة ديالو شنو دارت، يعني عندنا الستر والاستغفار. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. كاين هنا تفضيل يوسف السجن على ارتكاب الفاحشة. شوفوا فضل السجن على أنه يمشي يرتكب ديك الفاحشة. يعني هنايا الصبر بزاف، الصبر على المعصية، الصبر قمة القيم بالقيم اللي كاين عند يوسف عليه السلام هو الصبر. قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. كاين هنا استغلال يوسف عليه السلام الفرصة لدعوة السجينين إلى توحيد الله قبل أن يفسر لهم الرؤيا. يعني قبل ما تفسر ديك الرؤيا استغل يوسف عليه السلام الفرصة باش يدعوهم السجينين إلى توحيد الله عز وجل. يعني أن القيمة ديال توحيد الله غنجي لكم في هذا البارتي، هذا الجدول هذا هذا البارتي منه، وفي الجدول الثاني الا قلتوا لي في لي كومونتير باش نكملوا لكم، ولكن غادي نكملوا لكم حيت صراحه راه غادي نفعكم بزاف. غنكملوا لكم ان شاء الله في الفيديو الثاني باش ما يطولش عليكم الفيديو. حتى بزاف تتقول لي ما تعجبكمش فيديوهات طوال، داكشي علاش غنحبس غير هنايا وحتى البارت الثانيه ونكملها لكم ان شاء الله. وصافي بالتوفيق لكم. الجدول اللي حطيت لكم، البارتي اللي حطيت لكم عودوا حفظوها وعودوا فهموها مزيان.
وديك الساعه بكل بارتي حتى هنا تلقاو ديجا راسكم حفظتوا الاولى، حفظتوا الثانيه وحفظتوا هذا صافي. يلا تهلاو دابا حتى نتلاقاو فيديو جديد. بسلامه.